يا هلا والله، شفته بقى النهارده. جه معايا رحله واد محترم زي الفل كده، واد لذيذ. من عند جامعه الدول هناك. بعد المشوار اللي انا خلصته هقول لكم ايه يعني، صعبت عليا نفسي. بيقول لي انا كنت طالب ايه كومفورت وكده. الواد اصلا الاوردر كان عامل تفضيلات اللي هي في اوبر اوقات بتظهر، عايز تكييف يعني وكده. فاول ما ركب آه كان كاتب هوا نقي وبتاع. المهم قال لي التكييف بعد اذنك، قلت له حاضر. هو طالب اكس. ف المشوار بتاعه كان 6 كيلو تقريبا. نزلته من جامعة الدول كده لحد هنا جاردن سيتي اللي هي جنب المانيال دي. فمشواره كان ب60 جنيه. فبيقول لي هو انت عربيتك مش كومفورت؟ قلت له لا، ما عنديش كومفورت والله. فقال لي ازاي؟ انا بركب لانسر كتير، بتكون كومفورت. انا اصلا طلبت كومفورت فما حدش جالي. فبعدها طلبت اكس، انت ظهرت لي. فبيقول لي ليه كده وبتاع، وقعد يسألني كده على حاجات في العربية مركبها وبتاع مش عارف ايه. ف قلت له طيب، موضوع الكومفورت ده. قلت له طب هو كان جالك بكام الرحلة؟ جات لك بكام في الأول كومفورت؟ قال لي حوالي حاجة وتمانين 90 جنيه. وأنا هنا واديته ب60 جنيه. قلت له خلاص عاملني معاملة الكومفورت أنا. قال لي يا باشا واحلى من الكومفورت كمان. بس هو كان دافعها فيزا بقى، ممكن يبعت لي تبس ولا حاجة، بس عادي مش فارقة يعني. أنا هزرت معاه وكده وهو لذيذ. وقعدنا ندردش مع بعض بقى على العربيات وبتاع. هو اصلا كان معاه عربيته، هو نيسان سنترا. قعدنا ندردش على موضوع السي في تي اس والسي في تي وكده، ولذيذ يعني. فهو انبسط، قال لي عربيتك والله حالتها حلوه. قال لي المهم سالني، قال لي طب ليه وبتاع. قلت له انا اول اللانسر الشارك ديت فدي 2008. قال لي 8؟ قال لي مش باين عليها ما شاء الله وكده، حالتها حلوه. قلت له ربنا يبارك لك وبتاع. قال لي بس برضه ليه ما تشتغلش وكده. قلت له تقريبا بيعتمدوا بالموديلات يعني. قلت له انا اول ما فعلت العربيه دي انا فاكر بقى ان انا هشغل الكومفورت وكده. تفاجأت ان هو مش شغال عندي، مع ان انا كنت عارف ان هو شغال في ديت وشغال في النيسان السنترا والكيا سيراتو وهيندوي الانترا، الكلام ده كله. بس بعد بحث وسؤال وكده عرفت ان هو تقريبا بيتاكتف معاك او بيشتغل معاك فوق الموديل، يعني ال 2014 يا ال 2015. فعندنا مش هيكون شغال. قال لي طب في ان درايف وبقيه البرامج كده ممكن يشتغل؟ قلت له لا برضه معايا ما اشتغلش. ف عيدوا نظر اوبر، عيدوا نظر في الموضوع ده. فكك من موضوع السنين. عربيه هيها اصلا ما فيش فرق من ساعه ما نزلت لحد اخرها 16 17. ما فيش فرق، بل عربيتي احلى فيها اوبشن اكتر وبتاع عن اللي هي اللي عادي يعني. هو اي واحد ممكن ياخد عربيته ستوك ويعدل فيها بقى براحته. بس انا عربيتي ما شاء الله يعني تكييف ممتاز. عندي الدنيا حلوه. المسجل الكاسيت وبتاع بلوتوث، الدنيا جميله. يعني بهيص اللي بيبقى راكب معايا يعني ما بيحسش بنقص. وبيستغرب اصلا لما يعرف ان موديل عربيتي ورا. فكان اول الانتاج بتاعها. ف لكن الناس حتى تشهد نفسها تقول لك انا مش ملاحظين ان هي اصلا قديمه وكده. وهي بالتالي نفس الشكل يعني ما فيهاش اي تعديل. هي من ساعه ما نزلت لحد اخر ما خلصت. فلانسر شارك كلهم زي بعض. بخلاف بقى الموضوع التقني اللي هو او الموضوع العام اللي هو ما يخصش الزبون، ان دي 1500 والتانية 1600. بس كمان ما فيش فرق في التعمير. انا معمر اصلا وعارف البيست لما بتيجي تفكه هو مكان السلندرات نفس المقاس يعني. فكك من موضوع ال100 سي سي ده، فاكس اصلا. اداء المكنه انا ركبت الاتنين، هي مفيش فرق. واغلب قطع الغيار كمان بتركب. دي بقى حاجه على جنب الناس اللي هم اصحاب العربيات او اللي بيركبوا. دي بقى ياباني بالكامل. التانية في منها كده وكده. دي اول ما نزلت كلها ياباني قبل ما يمسكها الوكلاء والكلام ده. دي كانت بتيجي استيراد كده بالكامل، كلها جايه من اليابان. احلى حاجه بقى فيها موديل 2008 و9. دول ياباني على ابوه اصلا ما شاء الله يعني. ففي الكواليتي المفروض دي انضف كمان شويه. والتقفيل. يلا، الله كريم، نشوفكم على خير في فيديوهات جديدة. حبيت انوه ليكم. ويا ريت برامج النقل الذكي تراجع الموضوع ده. يعني ما تعتمدش سنين وخلاص. العربية دي كاتيجوري. يعني انا كنت راكب افيو 2010 اعلى منها. او لو مثلا راكب افيو اعلى فعلا هتشغلها لي لو هي كده. فسيبك من موضوع السنين. يعني عربية احدث في السنة وعربية اقدم في السنة، بس الاقدم دي
اللي بتقدمه كرفاهية وقعدة وسواقة وخدمة بتاعتها أحلى من عربية تاني أعلى في الموديل. فراجعوا الموضوع ده يعني. بس السلام عليكم ورحمة الله.